يديروا في السكن الاقتصادي هذه، ومن بعد راه غندخلوا. فينا هما المسؤولين؟ هذا عشوائيه. حنا بغينا المسؤول يجي يهضر معانا، شي حد في هاد الشركه ديال البودريقه وديال الغزالي يجي يوقف عندنا يهضر معانا يقول لنا شنو كاين. كنتسناو يجي يهضر معانا كيف ما النهار الاول خداو الفلوس. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. اذا كنت لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش دير الاشتراك فيها وشي كومونتير محفز فضلا وليس امرا. الناس الاخوان شراو الشقق ديال 25 مليون عند بوطريقه، الشقق ديال بوطريقه اللي كيتباعوا ب 25 مليون. والناس الاخوان من بعد ما سناو الوراق وداروا الطريطات ديالهم كيتفاجئوا واحد المفاجاه. هما هاد الشقق الاخوان ما فيهم لا ماء ولا ضوء، وكانت هذه هي الصدمه الكبيره اللي تصدموا بها الناس. سؤال الاخوان، علاش الناس ما كيحاولوش ينبؤوا بعضياتهم بان هاد الشقق هادو راه فيهم مشاكل؟ لان هاد الناس الاخوان لاباس عليهم وعندهم الفلوس وكيبيعوا الشقق، ولكن في اخر مطاف كتجي هذوك الناس الفوق اللي كيتباعوا. بطبيعه الحال كاين الشقق اللي عندهم مصداقيه وكاين الشركات اللي عندهم مصداقيه، ولكن الاخوان بوطريقه راه الناس كتشكى من هاد الشقق اللي كيبيعوا على الوهم، ما جيناش على الوهم. والناس الاخوان كيف ما شفتوا معنا شهادات صادمه. الناس الاخوان الدروج راه ما لقاوش فيهم الضوء. لذلك الاخوان هاد الشقق اللي كيتباعوا الاهم حاجه هو هاد الناس كيعقدوا معاك كيبيعوا لك الشقق، ولكن المشاكل كلها كاينه. ما كاينش الماء، ما كاينش الضوء، حتى الدروج فيهم غير الظلام وما كاينش الماء. اذا تعقد السيد وباع وشرى معاك وحلتي معاه في الطريطات تيقول لك عاود مخك. ودائما الاخوان اللي عنده الفلوس كيشري شقق كاش كيخلص 25، وهذيك الساعه ممكن يشوف الديفوات اللي كاينين. اما الناس اللي كيسبقوا الطريطات وكيديروا عقد وكيبيعوا ويشريوا وتيبقاو لهم الطريطات كل شهر وكيسبقوا واحد 6 ملايين ولا 8 ملايين، راه المشاكل اللي كتواجههم. وهاد الشهاده صادمه ديال هاد الاخوان لان لقاو مشكل. وكيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو الاخوان، هاد الناس هادو خاص اي واحد شافو غادي يجي يشري واحد الشقه خاصو يعطيه السلبيات اللي كاينين تما والمشاكل اللي ممكن يواجهها تما في هاد الشقق. علاش كنزينوا لبعضياتنا واحد الحاجه ما مزياناش؟ علاش كنشكروا واحد الحاجه في الاشهارات وما مزياناش؟ وعلاش الاخوان شي تيقدم شي وشي كيصيد شي ملي كتجي عايشين بخير؟ وهاد الناس هادو عايشين في تكرفيس. ودابا تخيل معايا شريتي شقه كيكونوا صابغينها ومزينينها واحد شويه من الفوق، والطعمه الكارثه هي هاد الشقه ملي كتشريها كتخسر عليها اموال، واحد 3 ملايين حتى 4 ملايين اضعف ايمان. وهاد 3 ملايين و4 ملايين الا حاولت انك تصلحها، المشكل اللي كتواجه في هاد الشقق انا ما كنعممش، كاين بعض الشركات كيخدموا بمصداقيه، كاين واحد الناس عندهم ضمير باش كيخدموا. هاد الشقق الاخوان اللي المشاكل اللي كتلقى، اول حاجه كتلقاها هي الحيوط مسوسين، زعما ما فيهمش السيمه. والحيوط لما كانش فيهم السيمه مشكل كبير، مشكل ما عندوش حل. خاصك تخسر اموال باهظه باش واحد 6 ملايين 300 ملايين باش تصلح. خاصك تقشر هذاك تقصر لك السيمه وهذاك الشيء كامل اللي كاين تما، تعاود مرطوب جديد عاد باش تولي الدار صحيحه. هادشي الاخوان من باب التجربه اللي مجرب، انا راه كنخدم صباغ وكنعرف هادشي شنو فيه. راه فيه مشاكل، وكلا كانت الدار مسوسه راه ما كاين حتى شي حاجه غيشد، لا صباغه لا جليج لا فورما لا حتى شي حاجه ما كتشد لك تما. الحل الوحيد هو انك تقشر هذاك المرطوب وتعاودو، وتولي خاصك ميزانيه ديال الفلوس، خاصك السيمه، خاصك الرمله. هادو هما المشاكل الاخوان اللي بغيت نقول لكم انا كاينين في هادشي ديال الشقق وهادشي ديال السكن الاقتصادي. كله مشاكل. تقدر تلقى الروبينيات ما خدامينش، تقدر تلقى الفويت ما خدامش. لذلك كتخرج هاد الشيء الاخوان ديما كيخرجها في الدرويش. هاد المشاكل كامله كتخرجها في الدرويش، ابار السكن اللي غتلقاه مع الجيران، واش تلقى الجيران مزيانين ولا الناس ما مفاهمينش.
هذاك مشكل واحد اخر الاخوان. لذلك اتقوا الله في هاد الناس وراعيوا المسؤوليه اللي تابعكم امام الله سبحانه وتعالى. وهاد الناس خلصوكم كاش، عطاوكم فلوسكم وعطيتهم طريطات ودخلتوهم الربا، ومع ذلك حتى شي نتيجه ما كاينه، مع ذلك حتى شي نتيجه ما كاينه. لذلك الاخوان خاصكم تنصحوا بعضياتكم لهاد الشقاق اللي هما مزيفين، وهاد الشقاق وراهم مشاكل. واحد مخلص 25 مليون بالطريطات ومازال غيدخل ما يلقاش الضو والماء، مشكل، راه مشكل. لذلك انتم الاخوان راه مسؤولين حتى على بعضياتكم. اللي يجي واحد السيد باغي يشري عطيه واحد النصيحه، وحتى الناس اللي بغاو يشريو حاولوا ديو شي صنايعي، ديو معكم صنايعي باش يوريكم الدار واش مزيانه ولا ما مزيانه، الضمير ديالهم. لان اليوم حساب عند الله سبحانه وتعالى، كل واحد مسؤول ما يقوم به. لذلك كون عجبكم هذا الفيديو هذا اللي درناه تحسيسي على هاد الشقاق ديال بودريقه، الناس كاملين كتشكاو، الساكنه كامله كتشكى، والشهاده كامله في حق هاد السكن ديال بودريقه. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه، ما تنساوش ديروا اشتراك في هذه القناه وشي كومونتير محفز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.